أذكر ضيفك أن الذي تدخل بالسياسة أكثر من أي فقيه ولي بالتاريخ هو السيد السيستاني، وادعاء بأن السيد السيستاني أو الفقهاء الآخرين لا يتدخلون بالسياسة هذا كلام لا يقنع حتى السفهاء. يا عزيزي، أكثر من أسس الواقع السياسي في البلاد هو السيد السيستاني، أكثر من اشتغل على الواقع، بل أن مجموعة المرشحين كانوا يناقشون في بران السيد السيستاني، كانوا يناقشون، وأنا مستعد أن أذكر لك أسماء الذين وضعوا قوائم التحالف الأول، التحالف الشيعي الأول 169 أو 555 في غرفة السيد السيستاني. هو الاختلاف. قلت لك أن السيد السيستاني سياسي، وهو يذهب إلى السياسة أكثر ما يذهب إلى الفقه، وهو الذي وضع العملية السياسية في البلاد، وهو الذي أمر الناس أن ينتخبوا القائمة الفلانية، وهذا ما قاله ضيفك أيضا وأنا أذكره بما قال. والسيد السيستاني أمر الناس أن يذهبوا للتصويت لصالح الدستور، والسيد السيستاني أمر الناس أن ينتظموا ضمن قوافل معينة في داخل الدولة العراقية.